في قلب القاهرة وسط الزحمة والصخب بيوقف مبنى ضخم. مبنى كان في يوم من الأيام عنوان الفخامة والمجد. النهاردة النهاردة بقى اسمه مرتبط بالغموض، بالمأساة، وبالحكايات اللي بتخلي الدم يجري في العروق. بنتكلم عن عمارة الإيموبيليا. السؤال اللي بيطرح نفسه واللي عشانه إحنا هنا النهاردة، هل فعلا أشهر عمارة في مصر مسكونة؟ هل بين جدرانها دي بتسكن أشباح الماضي؟ ده اللغز اللي هنحاول نفكه مع بعض. الحكايات عن الإيموبيليا مش مجرد إشاعات، لا، دي أساطير بتتحكي بقالها سنين. بيقولوا في شبح لفنانة اتغدر بيها، أرواح ضحايا جريمة قتل بشعة لسه بتصرخ، لعنة اتولدت من أسرار النجوم اللي محدش يعرفها. ده غير الأصوات الغريبة والحاجات اللي بتحصل ومحدش لاقي لها أي تفسير. طيب خلينا نبدأ الرحلة دي، رحلة جوه تاريخ عمارة الأشباح. هنرجع بالزمن ونشوف إزاي المكان اللي كان حلم كل الناس اتحول لكابوس، وإزاي التاريخ والرعب اتقابلوا في قلب القاهرة. عشان نفهم اللغز ده لازم نرجع للأصل. احنا بنتكلم عن أول ناطحة سحاب فخمة في مصر كلها، اتبنت سنة 1940. تخيلوا، كانوا بيسموها الهرم الرابع من كتر عظمتها وفخامتها. دي ما كانتش مجرد عمارة، دي كانت عنوان النخبة، نجوم السينما، السياسيين، كل صفوة المجتمع كانت عايشة هنا. قبل ما تبقى عمارة الأشباح كانت الإيموبيليا معروفة بحاجة تانية خالص، كانت قصر النجوم. أيوة، ألمع عنوان في الشرق الأوسط كله. تعالوا نرجع للعصر الذهبي ده ونشوف الفرق الشاسع بين اللي كانت عليه واللي بقت عليه. 1,200,000 جنيه، ده كان تكلفة بنائها سنة 1938. ممكن الرقم ده ما يبقاش كبير قوي النهاردة، بس وقتها ده كان ثروة، مبلغ فلكي بمعنى الكلمة. ده لوحده يقول لكم حجم المشروع ده كان عامل ازاي. والسكان حكاية تانية خالص. شوفوا بس الأسماء دي: نجيب الريحاني، ليلى مراد وأنور وجدي، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ بنفسه، محمد فوزي وأسمهان، محمود المليجي، الكاتب فكري أباظة وتوفيق الحكيم. دي مش مجرد قايمة، دي كانت كوكبة من أساطير الفن والثقافة عايشين تحت سقف واحد. كل شقة كانت استوديو، وكل دور كان فيه حكاية. في شهادة من واحد شاف كل حاجة بعينه، عم عوض حارس العمارة القديم، قال جملة تلخص كل حاجة. دي ما كانتش مجرد عمارة، دي كانت مدينة للنجوم. أنا شفت فيها حكايات ما تتصدقش، والجملة الأخيرة دي بالذات هي اللي بتخوف. لكن زي ما بيقولوا كل نور وراه ظل، وفي الإيموبيليا الظل ده كان أسود ومخيف. من هنا بالظبط بتبدأ المأساة، من هنا اتزرعت بذور اللعنة اللي هتغير تاريخ العمارة للأبد. أول خيط في القصة المظلمة دي كان الموت الغامض لواحدة من أشهر سكانها، النجمة كاميليا. نهايتها ما كانتش مجرد نهاية فنانة، دي كانت بداية حكاية كلها حب وشهرة وجاسوسية ومؤامرات. كاميليا اللي اسمها الأصلي ليليان كوهن، في أواخر الأربعينات كانت نجمة الشباك الأولى وساكنة في الإيموبيليا طبعاً. وفجأة يوم 31 أوغست 1950 وهي في قمة مجدها ماتت في حادثة طيارة غامضة. ولحد النهاردة موتها ده لسه لغز كبير محدش قدر يحله. القصة هنا ليها وشين. التقرير الرسمي بيقول إنها كانت مجرد حادثة طيران مؤسفة، قضاء وقدر. لكن نظرية المؤامرة ليها رأي تاني خالص، بتقول إنها كانت عملية اغتيال متورط فيها الملك فاروق بنفسه، اللي كانت عشيقته، وحتى المخابرات الإسرائيلية. فجأة العمارة ما بقتش بس بيت للنجوم، دي بقت مسرح لأسرار سياسية وجاسوسية خطيرة. ولو قصة كاميليا كانت هي الشرارة، فاللي حصل بعدها بعقود كان هو الانفجار اللي رسخ سمرة الإيموبيليا الملعونة. الجريمة دي حولت الهمس والخوف لصرخات رعب حقيقية. الدم بقى حقيقي، مش مجرد إشاعة. في سنة 1996 في الدور الخامس شقة 85 حصلت خناقة بين ساكن وشغال عنده. الموضوع اتطور، وفي لحظة غضب قتلها، ولما سمسار عقارات حاول يتدخل اتقتل هو كمان. القاتل هرب وساب وراه مسرح جريمة بشع. ومن هنا بدأت الحكايات عن الأرواح المعذبة اللي مش عايزة تسيب المكان، أرواح بتصرخ وبتطالب بالانتقام. ودلوقتي هنيجي لأشهر قصة شبح في الإيموبيليا كلها. قصة عملت ضجة إعلامية كبيرة لأن اللي حكاها شخصية معروفة وشاف بعينه شبح واحدة من أساطير العمارة. المخرج خالد الحجر قال بنفسه: شفت شبح ست لابسة روب حرير أبيض بتمشي جوه الشقة، حسيت إن روح ليلى مراد لسه محبوسة هناك.
تخيلوا مخرج معروف بيحكي شهادته دي بالتفصيل المرعب ده. طبعا القصة انتشرت زي النار في الهشيم. بس استنوا لحظة، هل القصة دي فعلا حقيقية؟ هنا بقى الموضوع بياخد منحنى تاني خالص، لأن بعد كل الضجة دي بدأت تظهر حقائق تشكك في كل كلمة اتقالت. بصوا معايا، خالد الحجر قال إنه شاف شبح ليلى مراد، صح؟ طيب بعدها بفترة هو نفسه طلع وقال لا، دي كانت مجرد طاقة روحية، يعني تراجع عن كلامه. والأغرب من كده، إدارة العمارة أكدت إنه أصلا ما كانش ساكن في شقة ليلى مراد. فجأة أشهر قصة شبح اتفكت خيوطها. بس ده ما قتلش الأسطورة، بالعكس خلاها أكتر غموضاً. طيب بعد كل الحكايات دي والنجوم والمآسي والأشباح، اللي فاضل من الإيموبيليا النهاردة؟ هل اللعنة كملت ولا المجد هو اللي بهت؟ تعالوا نشوف حال العمارة دلوقتي. الحقيقة إن الإيموبيليا النهاردة مجرد ظل من اللي كانت عليه. الواجهة اللي كانت بتلمع زي الذهب بقت بهتانة ومتهالكة، وبقت شاهد حزين على زمن فات. الوضع جوه مأساوي أكتر، الناس بتوصفها إنها بقت شبه مبنى حكومي كئيب. تخيلوا، من أصل 27 أسانسير 3 بس اللي شغالين، والشقق اللي كانت بيت لأكبر النجوم معظمها دلوقتي يا إما مكاتب يا فاضية ومقفولة. المجد ده كله بقى مجرد ذكرى بعيدة قوي. وهنا بنرجع للسؤال الأصلي، هل أشباح الإيموبيليا دي حقيقية ولا هي مجرد صدى لتاريخ عظيم مليان مجد ودموع ومأساة؟ صدى لسه متعلق في الحيطان البهتانة دي. يمكن الأشباح الحقيقية مش هي اللي بتمشي في الممرات، يمكن هي الذكريات نفسها، ذكريات زمن ما بيرجعش.